طب يا جماعه انا اتفقت انا ومراتي ان احنا نقتصد في الحاجات اللي بنشتريها. ليه؟ لان احنا نجيب الحاجات الاساسيه بس، مش لازم نجيب حاجات كتير في الجهاز. مراتي نازله تجيب الرول ده، تمام؟ قالت لي هروح محل اسمه كوكو انديس، اكيد انتوا تسمعوا عنه مثلا. ما لقيتش الرول ده هي في كوكو انديس، بس تخرج فاضيه؟ لا طبعا ما تخرجش فاضيه. شايفين الحاجات اللي ورايا دي كلها؟ راحت اشترت حاجات ب 3000 جنيه من كوكو انديس، جابت كل انواع البساكت. اصلا احنا اساسا بنرمي الزباله على الارض، معرفش هي جابت باسكت ليه. جابت عده خياطه، اساسا احنا بنودي الحاجه للخياطه ومامتها بتخيط الحاجه اللي بتقطع مننا، معرفش هي جابتها ليه برضو، بس تقريبا عجبها شكل النجمه. اشترت معيار، تمام؟ انا معرفش المعيار ده بتاع ايه. يعني انا مثلا المعيار ده اقول لك هتستخدم تحط فيه دقيق بتاع صغير، انما ده معيار لايه؟ ده معيار حياتنا يعني ولا معيار ايه بالظبط؟ كل ده بتقول يعني فرضا ان الحاجات دي هيتحط فيها والله ما عارف الحاجات دي بتاعت ايه. دي برضو حاجات فيها معالق، دي هيتحط فيها المعالق، رصة المعالق، مع ان احنا عندنا المعالق مرصوصة في مكانها. معاك ده برضو، يعني ده تقريبا هتحطه على الحوض عشان تحط فيه المعالق اللي احنا لسه قايلين انها تتحط هنا دي عشان تنشف من المية. لا والاطباق. اطباق ايه؟ والاطباق بتتحط هنا، الاطباق بتتحط في الابيض ده. جت العروسه الاطباق اللي بتتحط في الابيض عشان تنشف. لا اللي جنبه كبير. طب ده بتاع ايه يا زين؟ فرش الاسنان ومعجون الاسنان ومكنه الحلاقه اللي هيكونوا محطوطين انا ما بغسلش اسناني اساسا. طب ده بتاع ايه بقى؟ بتاع ايه بجد يعني؟ عشان انا شايف جايبه حاجات مالهاش لازمه. ده لازم يتحط في الحوض، بين الحوض وما بين الحيطه علشان ما يسربش ميه. بس انا مش جايباه عشان كده الصراحه، انا جايباه عشان هنا السقف فيه حته بتسرب ميه لما مطرت امبارح. انت جايبه ده ب 30 جنيه علشان الميه بتنزل من السقف، هبقف افتح بقي تحتها شويه مشاط، مع انها مثلا 3/4 حاجتها كلها جوه مشاط. جايبه حاجه حرقت لي دمي بجد. ده المفروض ان هو منظم ادويه، هل ده هيديني الدواء في ميعاده؟ يعني ده لا مش هيديك الدواء في ميعاده. وايه دي بقى؟ دي الحاجه الوحيده تعتبر عمليه شويه. انت اللي طلبتها بس ما دي اللي لقيتش بتنضف لون البتاع. مناسب للالوان. جايبها ب 25 جنيه. حلوه جميل. شبه العيال اللي كانت بتطلع في عالم سمسم. لا انا جبت ده. ايه ده؟ طقم شفاطات؟ شاليمو. ايوه. ليه؟ عشان نشرب البيبسي بالشاليمو. بكام؟ 10 جنيه باين او ب 12 جنيه ونص. 12 جنيه. شوف انت بقى لما بتقف عند الكشك وتقول له هات شاليمو بيدولك بجنيه، انزل افرش بدول في الشارع هتلم في الصندوق. شاليمو ايه اللي هاخده بجنيه؟ انت نازله تجيبي رول كده. ايه دي بقى؟ علب تلاجة. ما احنا عندنا علب تلاجة. علب تلاجة. ما احنا عندنا علب تلاجة. اكس عشان انت ما بترضاش تديني من بتاعك. يا نهارك ابيض، اشتريتي اكس جيب؟ ب 30 جنيه عشان انت مش راضي تديني من 45 بتاعك. دي مضروبه دي ولا ايه؟ انا ما شفتهاش في السوق قبل كده. ده ايه ده؟ شامبو جونسون للاطفال. ما عندناش اطفال. جايبه لي عليه عرض؟ عليه عرض ب 65 جنيه كل دوت، واحنا هيبقى عندنا اطفال. هيكون صلاحيته انتهت. لا احنا ان شاء الله نخلف بسرعه. حاول تخلف بسرعه قبل ما صلاحيته تنتهي. مش عايز تخلف بسرعه يبقى انت اللي خلاص خسرتنا 65 جنيه مش ذنبي. جايبه مفرش، انا مش مصدق نفسي. ده اللي انت كنت نازله عشانه. مبروك عليكي عريسك. يا عم وفي ايه وانا هتجوز تحت لا البيت؟ عارف بكام ده؟ بكام بقى المفرش ده؟ ده بقى الحاجه الوحيده اللي اتضحك عليها فيها في كل ده. بكام بقى؟ 200 جنيه؟ 300. ب 300؟ خدت على وشي حته قلم. طب وجبتي لي لما هو غالي؟ عجبني الصراحه. ايه ده؟ ليه جايبه مفارش؟ عندنا مفارش. دي ملايات. عندنا يعني. لا انا ما جبتش ملايات كتير، جبت 3 بس. فينفع ان انا اتجوز ب3 ملايات؟ شايف دول 3 ملايات، 3 اطقم ملايات بمخداتهم الثلاثه بسعر مفرش الصفر. 3 ب 300 جنيه مفارش النيش؟ دول هيفرشوا النيش كله؟ دول 12 واحد. هنفرش الدولاب بيها. ده انت جبت كل انواع المفارش بقى. ما احنا ما كناش جايبين مفارش، قلت بقى دي كل المفارش اللي انا خربتي بيتي. خربتي بيتي عشان كده. ده عجبني قوي. هي ليه عجبك يعني؟ ليه جايبه باسكت؟ لونه جميل، بدل ما انت قاعد يا حبيبي ترمي كل كيس شيبسي بتاكله في شنطه جنبك زي كانك انا مبسوط. بكام ده بقى؟ 27 جنيه. انت عارف فرونين بكام؟ يا عم انا مالي. عارف فرونين بكام؟ بكام ب فرونين؟ 120 اقسم بالله. صندوق زباله بقى. اقسم بالله فرونين ب 120 جنيه. والكبير دوت ده انا ما بجيبش زباله ب 120 جنيه. الكبير ده كبير ده فرونين ب 220 جنيه. فاكر لما انا قلت لك انا وانت جايبه بكام بقى؟ ومشيت؟ وانت جايبه بكام؟ 45. طب والله حلو. طب هو ضحك عليا ولا ايه؟ فاكرني عبيطه؟ لا هو ضحك عليكي فعلا. ما تضحكش عليا والله غير في مفرش السفره. ترى جايبه ليه في المواعين ليه؟ عشان عكس المواعين. طب ما الراجل تحت بيبيع ليه؟ لا بس دي ارخص. كل دول ب 10 جنيه. ياه. جبت اكياس للاكل عشان نحط فيها الاكل.
واكياس للاكل ما شاء الله. احنا هنحط الاكل في اكياس؟ لا انا جبت علب التلاجة دي عشان ما نحطش الاكل في اكياس. يعني انت جايبه الاكياس دي ليه؟ عشان احط فيها الاكل. وجايبه الاطباق دي ليه؟ علب التلاجة. يعني انت جايبه الاطباق دي عشان ما تحطيش الاكل في اكياس؟ هقول لك بقى وجايبه الاكياس عشان ما تحطيش الاطباق في اكل؟ هقول ولا لك ايه؟ الفكرة فين. الفكره في ايه؟ دي علب تلاجة. بس دي لما تيجي تخزن طماطم بتخزنها في اكياس. اي حاجه بتحط في الفريزر بتحط في اكياس. انا مش بعمل بطاطس مهروسه وبشيلها في التلاجة. بشيلها في الفريزر. بنطلع كيس يفك. بيبقى طلع كيس من ده. اللي طلع فك بقى حطه هنا. بص بقى كل واحد شكل واحد. ايوه جدع. 2. جدع. بص كل واحد شكل. كلهم اطباق. اصغر واحد بقى خالص كيوت. واحنا هنفضل نفتح لحد ما نلاقي اصغر واحد جوه. ايه بقى دي يا زوزو؟ بصراحه لقيتهم ب 3 ب 10 وعجبوني قلت اجيبهم وخلاص. ايوه بتعمل فيهم ايه بقى؟ على فكره صغيرين جدا احسن. ايوه يعني بتعمل فيهم ايه؟ بتحط فيهم بصله ولا ايه؟ دي احط فيها بطاطسايه؟ لا ديت بنحط فيها الحلقان الكتير عشان الحلقان ما تضيعش. ممكن نحط فيهم اقلام روج، ممكن نحط فيهم. بص هم ليهم استخدام بس انا جبتهم. هم ما لهمش استخدام في دماغك، انت لقيتي شكلهم حلو وصغير وقطقطه واول ما شفتهم قلت كيوت حلو. واحد اوف وايت وواحد بيج وواحد ابيض حلوين. عارفها دي؟ عارفها؟ بتاعت ايه لو جدع؟ مسكت الشنط. عرفتها منين؟ عشان عندك زيها. لا انا هو انت كل ما هتشوفي مسكت شنط في حته هتجيبي؟ جبت كرسي يا زينب. جبت كرسي وترابيزه. طب اقول لك على حاجه عشان تعرف ان انا ما اضحكش عليها فيها. الكرسي ده بكام؟ ترابيزه ب 300. انا ترابيزه ب 130 او 140 جنيه. ترابيزه دي ب 130 جنيه؟ حلو والله. الكرسيين بكام؟ الاثنين مع بعض ب 250 جنيه. انا مراتي ما اديهاش عليها ابدا. انا مراتي ست الستات وناصحه نازله تجيبي رول ب 180 جنيه تشتري حاجات ب 3000 جنيه. احنا لو مشينا بالطريقه دي هناكل بعد كده جبنه قريش فطار وغدا وعشاء. على فكره الجبنه قريش ب 25 جنيه الكيلو. غاليه صح؟ قوي. هنشم جبنه قريش فطار وغدا وعشاء. الاختراعات ده بقى الاختراعات كلها. ايه ده بقى؟ بنمسكه كده. شايفين يا جماعه الحلاوه؟ بيتلزق بقى على الحيطه كده. وريني. جايبه مقبض للمقشه. بيتلزق على الحيطه. عارفين ليه؟ عشان لما نيجي نحط الشرشوبه على الحيطه ما تعملش كده. ايوه تفضل واقفه كده. اصل هي هتزعل. ما تترمي الشرشوبه في اي حته. يعني هي هتتضايق يعني. بكام بقى ده؟ ب 5 جنيه. جبت 4. ليه قلتي لي؟ عشان المساحه والشرشوبه والزعافه والمقشه. هكسرهم. دول بقى بينزلوا بيها البسين بس ده الحجم الكبير. لو انت مناخيرك كبيره زيك كده بالظبط هي معموله ليك كده. معموله ايه؟ عشان الناس مناخيرها كبيره. اتفضلي. اعمل ايه فاتوره بقى بالحاجه دي؟ اعمل لك فاتوره ليه؟ عشان احاسبك عليها. لا الحاجات دي على العروسه. كم جد؟ ايوه الحاجات دي عليكي؟ طب وال 180 جنيه بتوع مفرش؟ عليا برضو كله حاجات. طب ما جبتيش ليه حاجات شويه كمان؟ هاتي حاجات حلوه الصغننه دي جميله بتنفع. جميله صح؟ طبعا. هاتي تعالي اقول لك بقى تجيبي. انا عايزك تجيبي لي ودانه وخرامه. جبت لك ودانه. جبتي لي ودانه؟ جبت لك كل اللي ودانه فين؟ وديني. شمعته. انا كده هفرح بالحاجه بقى انا مش هحاسب عليها. شمعته. بنركب مسمار هنا ومسمار هنا بنلزقها على الحيطه كده فرضا يعني ان دي الحيطه. ماشي. ثبتناها كده جنب الفيشه. ماشي. ونروح حاطين بقى فيها الموبايل كده وهو بيشحن. تقريبا ب7.5. نصحى والله العظيم انا ما شفت حد نصح كده. ايه ده انت قمر ونصحى. والشنطه دي والشنط دي 9 شنط والكرسيين والترابيزه ب 3000 جنيه. وحد بيعمل كده؟ لا امسك. شفتها دي حسيتها مالهاش 30 لازمه لانك انت مش هتقعدي تخيطي. يا سلام ولو يعني الزرار طار من قميص حبيبي هنرمي القميص. لا هتبعتي القميص عند ماما. ماما انا؟ لا عند انا. امك بتعرف تخيط؟ وامك انت بتعرفي تخيط. بس اكيد امك ما عندهاش كستوبان. ايه ده؟ الحمد لله ربنا يشفيها يعني. ايه كستوبان ده علشان الابره ما تشكنيش وانا بخيط. ده كستوبان ده بتلبس هنا صح؟ مزوره. عارف فاضل قد ايه بقى؟ فاضل حاجات ايه؟ معلش منشر الغسيل لسه فاضل حاجات تانية والمكوه وترابيزه المكوه. على مين دول بقى؟ على العروسه. طيب بقول لك ايه؟ يلا ما تاخريش فيهم بقى. هتخليهم عليك انت وخليك جدع. انا ما عنديش اي مانع والله. انت تستاهلي كل خير انك انت تبقي زوجه صالحه ناصحه فالحه. طب ما تجيبهم على حسابي. هجيبهم على حسابي. المكوه بقى هتعمل كام؟
المكوه هتلاقيها تخش لها مثلا في 600 جنيه، وترابيزه المكوه اللي سالت عليها هناك بتبدا من 350. يعني 1000 جنيه فده كام؟ ماشي. والمنشر اللي انت قلت لي عليه، قلت لي هتجيب لي منشر واحد ب 650. 1000 جنيه وانت قلت هتجيب 2. 1600 1000 كده 2000 ونص. 2000 ونص. شفت بقى انا جبت حاجات قد ايه ب 3000 جنيه، وانت هتجيب 3 حاجات بس ب 2000 ونص. ماشي. انا نازل. ماشي. باي باي. اشوفك على خير. عند جوجل عند اس برضه. ماشي. باي باي. باي.